السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. ده ان شاء الله الصابون السائل اللي هنعمله مع بعض النهارده بطريقة سهلة جدا مبسطة، ومش عاملينه بصودا خالص ولا بكحول ولا اي حاجة، عاملينه بصابونة بلدي. يعني عاملين الوصفة الجميلة دي بصابونة بلدي. عملنا احلى صابون سائل، شوفوا تقولوا عامل ازاي، روعة روعة روعة، جميل جدا جدا. والوصفة مش مكلفانا اي حاجة، حاجات بسيطة جدا جدا. انا سبته برد حوالي ساعتين لان كان فيه رغاوي كتير جدا. يعني في اخر الفيديو هتلاقوا فيه رغاوي كتير، فانا ركنته حوالي ساعتين كده لغايه ما الرغاوي اللي فيه هديت خالص. بصوا لو سبتيه كمان لتاني يوم هيتقل اكتر من كده. شفتوا انا سبته يجي ساعتين وتقل بقى عامل ازاي، جميل جدا جدا، مش هنشتريه كده من بره. وكمان احلى من بتاع الشركات. وهنجرب الرغوه بتاعته. لحظه واحده هجيب شويه ميه. هجرب معاكم الرغوه، شويه ميه من الحنفيه عاديه خالص اهي، وهحط شويه من الصابون السائل. حاطه شويه صغيرين خالص، هوريكم الرغوه بتاعته عامله ازاي، تحفه بجد. ان شاء الله هتجربوه ويعجبكم باذن الله. ودي حته سلكه. تمام. رغوته جميله بقى، ولا حاطه فيه زيت بقى. في ناس ما بتحبش الصابون السائل بالزيت، عاملينه بالصابونه البلدي، مفيش اسهل بقى من كده. بص رغوته جميله جدا جدا. وكمان هتخلي الحلل بتاعتك زي الفل، والاستانلس والكوبات روعه روعه روعه. ايه رايكم بقى يا حبايبي في الرغوه بتاعته؟ وانا حاطه شويه صابون سائل صغيرين مع شويه الميه. بصوا رغوته عامله ازاي، يعني هينزل من الطبق. بصوا مفيش بقى اجمد من كده، روعه بجد. جربيه كده ان شاء الله ينول اعجابك. رغوته عامله ازاي، جميله جدا جدا زي ما انت شايفه كده. ايه رايكم بقى اهي؟ ايه رايكم بقى في الرغوه؟ تحفه بجد، والصابون جامد جامد جامد. ايه رايك؟ يا ريت حبايب قلبي اللي مشرفيني ومنوريني على القناه ولسه ما عملوش اشتراك، يا ريت يا حبايب قلبي تعملوا لي اشتراك فضلا وليس امرا. يا ريت يا حبايبي ما تنسوش اللايك، عشان اللايك ده هو اللي بيرفع الفيديو، وعشان كل حبايبكم واصحابكم يشوفوه. يلا بقى بينا على الوصفه عشان نشوف احنا ازاي عملناها مع بعض. ان شاء الله يا حبايبي هنعمل احلى صابون سائل مع بعض بقشور اليوستفندي بطريقه سهله جدا ومبسطه، ان شاء الله تنول اعجابك. بس قبل ما نبدا الوصفه نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجه في الوصفه بتاعتنا معانا كده صابونه بلدي، انا بشراها عشان وقت الفيديو. الصابونه دي انا لسه عاملاها على القناه جديد، حلوه قوي قوي، يا ريت تدخلوا تشوفوها، روعه روعه روعه. دي صابونه كبيره، لو ما عندكيش صابونه كبيره اعملي صابونتين صغيرين. هحطهم في طبق. لحظه واحده كده، صابونه كبيره بلدي. تمام. تحفه الصابونه دي، انا عملتها ونشفت تاني يوم على طول. لحظه واحده هنزل بقيه اللي في الطبق. تمام. وهحط عليها 3 معالق سكر، معلقه دنكار، معلقه ملح طعام. تمام. وما تكتريش الملح عشان الوصفه ما تفصلش منك. تمام. طبعا انا عامله اصلا الصابونه دي تحفه، حاطه فيها بيكربونات الصوديوم وحاطه فيها مكونات كتيره جدا. بعد كده بقى هجيب من القشور اليوستفندي وحطيت غسلتها، انا بجمعه كده واحطه في الفريزر. وجبته وغسلته جامد، ورحت حاطه عليه ميه ورفعته على النار. وبعد كده سويته على النار. بعد ما استوى اخدته ضربته في الخلاط وصفيته كويس. يا حبايبي انا حطيت كمان شويه عصير من عصير البرتقال. طبعا انت هتحطي لتر، انا ما حطيتوش مره واحده، حطيت شويه بشويه. طبعا لازم يكون عصير البرتقال مغلي، يعني يكون سخن جامد معاكي عشان الصابونه تدوب معاكي. يعني انت لو حطاه بارد، لو حاطه العصير بارد مش سخن، الصابونه استحاله تدوب معاكي. تمام. لا اما بقى ترفعيه على النار. يا حبايبي بصوا دوبته كويس، وزودت شويه عصير كمان من البرتقال. بصوا تقولوا تحفه. طبعا لازم تدوبيه كويس كويس قوي اهو. جميل جدا الصابون اللي احنا بنعمله مع بعض ده، روعه روعه روعه. يا ريت تجربوا الوصفه دي، تحفه. بعد كده هحط صابون سائل، هحط حوالي لتر. ده صابون سائل، اي نوع صابون سائل عندك. تمام. هحط لتر بس لسه ما كملتش اللتر. تحفه بجد الوصفه دي رائعه. هكمل بقيه الصابون السائل. تمام. واقلب كويس. يبقى انا حطيت
لتر من عصير البرتقال ولتر من الصابون السائل، اي نوع صابون سائل عندك. بصوا وتقيل جدا. طبعا لسه هزوده. طبعا الوصفه بتاعتنا مش هحط لها حاجه تاني غير السكر والدنكار والملح. ثانيه واحده. هحط تاني عصير عصير برتقال، مش هحط ميه خالص، ده عصير برتقال. لونه جميل جدا وريحته الا ريحته تحفه بجد. ولسه بصوا بقلب ولسه تقيل. هحط تاني، لحظه واحده هقلب. هحط تاني عصير ليمون، هحط تاني عصير برتقال. انا هكمل بقية لتر كمان. تمام. تمام، يبقى انا حطيت 2 لتر من عصير البرتقال ولتر واحد صابون سائل. هقلب كويس. الوصفه روعه بجد. شوفوا تقولها عامل ازاي، تحفه. بصوا يا حبايبي، انا زودت كمان شويه عصير البرتقال. شوفوا تقولوا انا كل ما ازود بيتقل اكتر زي ما انتوا شايفين كده. وعايز يتنقل في حاجه تانية بس انا مش هنقله بقى. بصوا هحط له اللون بس وخلاص. لحظه واحده هحط اللون. يا حبايبي، طبعا انت عايزه تخليه على نفس اللون ده براحتك خالص. هو لونه حلو. بصوا قبل ما احط اللون، بصوا لونه اصلا جميل جدا اهو. تقله عامل ازاي، روعه بجد، تحفه. شوفوا لونه حلو قوي. مش حابه تحط لون او ما عندكيش، مفيش اي مشكله. اللون اصفر وانا مدوباه في شويه ميه عشان ما يكلكعش. طبعا انا بحط اللون عشان الفيديو، عشان يعني يخليه شكله حلو. بصوا هقلب كويس. طبعا تقيل جدا زي ما انتوا شايفين كده، انا مش قادره. بصوا قلبوا، بصوا تقيل. احط شويه كمان. روعه بجد الصابون ده، ومش مكلفنا اي حاجه. يعني انا ما اشتريتش حاجه خالص غير لتر الصابون، وكان عندي كمان ما اشتريتهوش. تمام. قشور البرتقال اصلا احنا بنرميها، يعني انا كنت مجمعاها وحطاها في الفريزر. كانت موجوده عندي القشور اللي احنا بنرميها، استفدنا بيها وهنعمل احلى صابون سائل. هقلب كويس. شو تقولوا كمان عامل ازاي، تقيل جدا، روعه بجد. وطبعا الوصفه دي تحفه تحفه في التنظيف. هتلمع لك بقى الاستانلس، الحلل، الكوبايات، روعه. انت كده لما يكون عندك قشور ليمون او برتقال حطيها في الفريزر. وصفه عملت لنا حوالي 3 لتر ولسه زياده، لسه هتزوديه. لان تقولوا عامل ازاي، يعني انت عملتي من قشور برتقال عملنا كميه حلوه قوي، روعه بجد في التنظيف. قبل يا حبايبي ما اوريك التقل بتاعه، انا حطيت له كمان شويه لون، كنت عايزاه يفتح اكتر معايا اللون. شوفوه بقى روعه. وطبعا عاملين الوصفه من شيء بنرميه من قشور البرتقال او الليمون، بنجمعها كده. انا بجمعها واحطها في الفريزر وبعدين اعمل بيها الوصفات، يعني حاجه بنرميها كلفتناش حاجه. والصابونه البلدي بنعملها برده من الزيوت المستعمله، يعني حاجه كده روعه، مش مكلفانا اي حاجه، وعملنا كميه كويسه جدا. وطبعا لسه تقيل هتخففيه براحتك. طبعا عايزه تخففيه التقليب براحتك خالص، بس هو انا هخففه. تمام. بصوا عامل ازاي. بعد الفيديو كده هبقى اخففه. انا لو سبته للصبح هيتقل، يعني هيتقل منك، هتخففيه تاني. ان شاء الله تعملوا الوصفه دي وتنول اعجابكم وتدعوا لي. بسمع كده ناس بيقولوا ان هو بيجليط. بصراحه انا عملت معاكم كذا وصفه بعصير البرتقال والليمون، عمرها ما جلطت معايا، تحفه بجد. وطبعا حاطين فيها الصابون البلدي. الصابون البلدي ده تحفه في التنظيف. بصوا التقل بتاعه عامل ازاي وهو كمان لسه سخن. اول ما يبرد هتلاقي الرغاوي دي راحت خالص وهيتقل منك اكتر من كده. شوفوا تقولوا عامل ازاي، روعه. ايه رايكم بقى؟ يا ريت ما تنسونيش باللايكات. تحفه. وهوريكم الرغوه بتاعته في اول الفيديو. يا جماله بقى. ايه رايكم؟ تحفه تحفه تحفه. ان شاء الله تجربوها كده وتقولوا لي في التعليقات ايه رايكم. شوفوا تقولوا عامل ازاي، تحفه. يا ريت يا حبايبي لو عجبتكم الوصفه تكتبوا لي في التعليقات، ولو عايزين اي وصفه تانية اكتبوا لي في التعليقات. يا ريت ما تنسونيش باللايكات، ويا ريت تعملوا لي اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.